هي صراحة هي الإهمال الطبي كاين. أنا ما حضرتش على الوقائع، ولكن من خلال سيرورات الوقائع والناس اللي كانوا معايشينها، ماشي الناس أو المقربين، راه مرتو وولدو ألوغ اللي كانوا معايشينها. سيتادير أن كاين إهمال طبي، و والدكتور معتوق جو كخوا أنه هضر على هاد المسألة هذا. الدكتور معتوق راه أخ وكتر من أخ، يعني صديق وأخ وصديق صدوق المرحوم الله يرحمه. وهو عارف شنو كاين، يعني عارف أن كيفاش دازت الأمور وكيفاش، لأن على حساب يعني الوقائع أن ربما الوقت ما لعبش في صالح المرحوم. يعني انا جات لامبيلونس ما مجهزاش ديال وزارة الصحة، ما فيهاش الاكسجين كاع. الثانيه فيها الاكسجين اللي خاسرو قليل، وبداو كيدوروا به، يعني مشاو للمصحة الاولى وملقاوش بلاصه، المصحة الثانيه المهم في الطريق تم الامانه امانته. حنا كنا نقولوا كان ممكن تنقد، ولكن في الاخير تنقولوا قدر الله، يعني ان مكتب ليه ربي انه يموت والله يرحمه ويتوفى في ديك الوقيته في داك الاجل، يعني الاجل وفى. نتوما كعائله وكاخ المهم نتوما واش مابقاش فيكم الحال من الناحيه ديال وزاره الصحه اللي ما دارتش الدور ديالها من طرف سن خدات الاوليه هذاك؟ سي نورمال، بقى فينا الحال بزاف. ولكن كيف ما كتشوف الانسان، باش ما حاليا ما عندناش الوقت اننا نفكروا او نقولوا واش بقى فينا الحال او لا، وشنو غادي نديروا، واش غادي تاخذ خطوه ولا ما تاخذش خطوه. لان انت حضرتي، يعني راك حضرتي معنا هنايا كصديق قبل ما تكون اعلامي، لان اصلا الجسم الاعلامي كله حنا كنعتبروه ولد الدار، يعني ولد هذا المكان هذا، بحكم ان المرحوم تا هو كان اعلامي. و... ولكن يعني حاليا فهمتي بحرا تنحاولوا بعدا نتعايشوا بعدا مع الوضع ونتعايشوا مع الصدمه، فهمتي. عاد نفكروا من بعد شنو. يعني حاليا حتى التفكير مشوش، يعني التفكير العقلي باش تربط الاحداث وباش تفكر وباش دير شي حاجه ما كاينش. يلا تكافى مع الناس، تكافى مع هذا اللي الحمد لله. زعما صراحه تبهرنا بهذا مدى الحب والتقدير والاحترام اللي كيكنوه المرحوم الله يرحمه. مهم. بالنسبه واش ما كتحملوش مسؤوليه وزاره الصحه انه ما دارش ولو شوف، ولو اننا نحملوا المسؤوليه لوزاره الصحه، انا بالنسبه ليا كنهضر عليا كشخص، لان وزاره الصحه كتبقى سبب من الاسباب. فهمتي. ولكن راه قدر الله، وقدر الله وما شاء فعل. التدوير اللي كان معتوق مهم. واش نتوما مع داكشي اللي كاين انا معاه بانه هو 100%. محمل مسؤوليه لوزاره انا الصحه؟ معاه 100%، واي كلام قالوا كان كلام حقيقي 100%. يعني هو ما جاتو هو النفس على واحد الانسان اللي ماشي جاتو النفس، هذاك راه كلشي جات النفس عليه. كيما قلت لك حاليا بحرا كنتعايشوا مع الصدمه ومع الوقائع اللي طحنا فيها. عاد نفكروا من بعد، لان دابا حاليا التفكير مشوش. نقدر انا ناخذ قرار، ولكن مرتو ما تاخذش قرار، ولدو ما ياخذش قرار، فهمتي. حاليا لان هادشي كيتبنى على حسب قرار عائلي. ما يمكنش حتى فاش قررنا اننا نسدوا الحساب كان قرار عائلي، يعني جلسنا وفكرنا انه كان قرار عائلي انه يتسد الحساب. اما نحمل مسؤوليه لحد او ماشي حد، ما هذاك الشيء حاليا ماشي وقته وماشي وقت الكلام فيه. يعني حنا عادي هي واجب. فعلا هي فعلا وربما ان البرنامج ديالو كان غادي يناقش هاد المسائل، وكان غادي يناقش فعلا هاد النوع من المواضيع، لان كان برنامج اللي هو برنامج الله يرحمه، كان مصوب برنامج اجتماعي اللي سميتو صوتكم، يعني برنامج اجتماعي كيهم المغاربه، كيهم واحد جميع طبقات الشعب. كيحكي فيه على بكل مره يعني محاور اللي هي مختلفه، كتهم الانسان المغربي. ولكن اهمال او ماشي اهمال، آه، كما كندور ونقولها لك، قدر الله وما شاء فعل، سواء باهمال او بغير اهمال. الانسان تفوق احترام الناس
كما كنقول ديما كنشكر الناس كلهم، الناس مغاربة خارج أرض الوطن داخل أرض الوطن، وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس، على الدعم لأن عطاونا دعم نفسي. فعلا عطاونا دعم نفسي يعني في هذه المصيبة اللي حلت بينا. والحمد لله لقينا واحد يعني هاد المبادرات وهاد الشيء اللي كيديروا كما توت لي جوج صدرنا بهذا المعنى هذه. يعني الحمد لله، يعني ربي الا بغى شي عبد راه كيحبب خلقه فيه، ولله الحمد. ونتمنى، لان احنا كما قلت لك كعائله تربينا في واحد الظروف يعني عائله مثقفه، وهذا كنا يعني انا كنتكلم على هذا، يعني هاد الاخوه او ماشي الاخوه، هاد القيم اللي بغيت نقول، هاد القيم هادو اللي شفتوهم في المرحوم، واللي فينا احنا كاع كاخوه، يعني من الكبير للصغير. كنتمنى انهم يكونوا وصلوا للمغاربه كلهم.